هتقول لي يا عم خلاص انا شفت الفيديو بتاعك وهبقى فود بلوجر. طب ممكن اسالك سؤال اخير قبل ما ارخم عليك؟ هل انت حمل المصاريف اللي في الاول ايضاع؟ هو الفود بلوجرز بيدفعوا في الاكل؟ بيدفعوا في الاكل طبعا، الا بتوع الاعلانات دول بيبقى ليهم نظامهم الخاص، بس الباقي بيدفعوا. هو انت فاكر ان هم بداوا من فوق وهم مشهورين؟ لا طبعا، في الاول كانوا بيدفعوا من مالهم الحر، وبعدين لما قناتهم بقت تجيب ربح بقوا يدفعوا من الربح بتاع قناتهم. يا عم خلاص انا مش هبقى فود بلوجر. بقول لك يا ريس ما تتقلب بينا وتخلص بقى. طب وليه تبتدي من عالي؟ انت ممكن تعمل تجربه افضل، وهي انك تجرب محلات عشوائيه في اماكن تعتبر فقيره او عربيات في الشارع، وساعتها انت ممكن تكون سبب رزق ناس تانية، وده عند ربنا شيء كبير جدا، والناس دي عمرها ما هتنسى لك اللي انت عملته، وبرضه هتبقى كتجربه مش غاليه، وبرضه مش تروح للراجل تقول له انا هاكل ببلاش عشان اصورك، دي اسمها بجاحه يا صاحبي. الراجل لو ما حاسبكش دي تبقى ذوق منه، ويفضل لو جربت الاكل ده اصلا من غير ما الراجل يعرف، عشان لو الاكل ما عجبكش ما تبقاش محرج ولا منافق زي ما منعش كده بيعمل الصراحه. ها حلوه الفكره؟